ويا هيك وصفة الدونات يا بلا، ويلا بينا. والسر بنجاح الخلطة رشة والله تعالوا معي على طريقة التحضير. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا وصفة سهلة وسريعة ممكن أي حدا يعملها في البيت، اللي هي وصفة الدونات. معنا المكونات هي لزينة للفينش النهائي. معنا ظرف خميرة، ظرف فانيليا، طحين، سكر وملح. هاي بدنا نسويها مثل قطاعة قوالب، وفي قوالب جاهزة. يلي ما عنده قوالب جاهزة ممكن نستخدم هدول في البيت، يعني طريقة سهلة وسريعة. وهي الشوكولاتة للزينة. بدنا نبلش هلا بالعجين إن شاء الله. والله بنبلش نحط الطحين، نص كيلو طحين، يعني ما يعادل 4 كاسات مي من كاسات شرب. نحط عليهم معلقتين سكر مثل ما انتم شايفين، معلقتين سكر اكل. والسر بنجاح الخلطة رشة هالملح، رشة ملح بسيطة. بعد ما حطينا السكر والدقيق والطحين والملح، نحط عليهم بيضة، خميرة ونفضيه كله، خميرة فوري، ونحط ظرف فانيليا، نحط عليهم نص كاسة مي، وندعكهم بإيدنا، نقلبهم كويس. المي نعبي كاسة ونبلش نحط شوي شوي. بتتقل معنا العجين، نرجع نعطيها شوية مي كمان ما شايفين، مشان ما نعطيها مي زيادة. هون عطيناها تقريبا كاسة مي كاملة. ندعكم كويس. هون نحتاج مي، بنشوف عجينتنا هسه تقيلة محتاجة مي، نعبي كاسة مي تانية. وهون نرجع نحط لها مي. حطينا أول كاسة، نرجع نحط تقريبا نص كاسة. ندعكها مظبوط. يعني هون صار عندنا تقريبا مي كاسة ونص مثل ما انتم شايفين. ندعكها بشكل كويس عشان تصير كلها روح واحدة. نحن بننزلها المي شوي شوي. صار معنا هالقوام، تكون عجينتنا جاهزة. نرش عليها طحين مشان ما تلزق معنا. بسيط. نحاول نغطيها ونهيفها تختمر لمدة ربع ساعة. خلصنا الخمير ربع ساعة، بنكشفها. هون الأسلوب الثاني، نرش الطحين على الخامة اللي هنشتغل عليها. نطلع العجينة تبعتنا. نحطها على الخامة، نفتحها على الشوبك زي ما شايفين. نفتحها ما بنرقها كتير، يعني تقريبا بهالشكل زي ما شايفين، يعني تقريبا نص سنتي. بنرش الطحين على الصينية تبعتنا عشان العجين ما يلزق معنا. بدنا نصف عليها وبنقطع هون الدونات المقاس اللي بدنا اياه. شوفوا شلون عم تتقطع معنا بسهولة. عجيننا مختمر صح. بعد ما نقطع بهالشكل زي ما شايفين، بنجيب قطاعة أصغر حسب المتوفر اللي عندي في البيت. بتطلع معنا بهالشكل، بنحطها بالصينية. طريقة سهلة وبسيطة جدا. وهالقطع أكيد ما بنكبهم، هدول هلا بنقليهم ونفرجيكم شو بنسوي فيهم. هي شغلة نستفيد منها ما بنكبها. بعد ما خلصنا تقطيع مرحلة التخمير، هي الأشكال اللي عنا.
بنخمره تقريبا يعني من 10 لربع ساعة. الشوكولاتة عم ندوبها لبين ما نخلص تخمير ان شاء الله تكون دابت. الزيت بنشغل عليه لبين ما يتخمر تكون حمي الزيت ودابت معنا الشوكولاتة. بنبلش ان شاء الله بالقلي. اول شي بنحط وحدة بنجربها نشوف معنا الزيت حمي ولا لسه. هون الزيت لسه بده شوي. مثل ما اننا شايفين بعد ما اختمرت العجينة، مثل ما اننا شايفين اختمرت العجينة بشكل كويس. بننزلهم على الزيت. بنستناهم يتحمروا. بنحمر اول طرف وبنقلبهم مثل ما اننا شايفين. بعد ما حمرنا اول طرف بس ناخذ هاللون نسحبهم. ناخذ هاللون ونسحبها هيك تكون مثل ما اننا شايفين. ناخذ هاللون ونسحبها من الزيت. بعد ما طلعناهم من الزيت اعطونا هالشكل، الشكل النهائي. هلا هون بقى بنبلش بقى بالزينة نزين. عندنا كذا خيار وفي طبعا اضافات تانية بس حسب المتاح اللي عندنا. مثلا بنعمل هيك. يا سلام. بعد ما شفنا لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو. وصفات بسيطة وسهلة ممكن أي حدا يعملها في البيت. طبعا نحن هون مركزين على الشوكولاتة المتاحة عندنا، متاحة عنا اللي هي شوكولاتة البني. ممكن نحط نحن شوكولاتة أبيض مثل ما إننا شايفين. ما غطسنا الكل. هون بدنا نحليهم بسكر البودرة. سكر البودرة ممكن يعطي معنا زينة حلوة كمان. اللي قلت لكم انه خلوها للاخر. شوفوا شو راح اعمل فيها. نعمله كانه شيش بالحلويات. ممكن عندنا اولاد يفرح عليهم كتير اكتر من الدونت اصلا الكبيره. هون خلصت وصفتنا مثل ما اننا شايفين. بدنا نشوف النتيجه النهائيه. يا سلام. مثل ما اننا شايفين. والله مندوب. يا سلام. وهون خلص الفيديو تبعنا. اذا عجبكم حطوا لايك ونشوفكم بوصفة جديدة ان شاء الله. والسلام عليكم.